بتجيلنا عيانه حامل في الشهر السادس، راحت للدكتوره قالت لها والله انت عندك سكر حمل. قاعده مع زميلتها في العياده قالت لها والله ده انا جالي سكر الحمل دهوت وبعد الولاده خف تماما وراح مني. عيانه تانية قاعده معاهم في العياده قالت لها لا والله ده بعد الولاده السكر كمل معايا واصبحت مريضه سكر وماشيه على علاج سكر مدى الحياه. ايه هو سكر الحمل؟ بنشخصه ازاي؟ ايه مضاعفاته؟ هل هو فعلا بيكمل معانا؟ هل هي اصلا كانت مريضه سكر قبل ما تحمل؟ هل فعلا هيبقى عندها سكر بعد الولاده؟ طب ايه اعراض سكر الحمل؟ بنعرفه ازاي؟ بنكتشفه امتى؟ ايه مضاعفاته على الام والجنين؟ ايه علاجاته؟ هل فعلا العيان هيخف منها بعد ما تولد ولا هتكمل مريض سكر؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. ايه هو سكر الحمل؟ سكر الحمل يعني ان مستوى السكر في الدم بيعلى لاول مره اثناء الحمل، غالبا في النص الثاني من الحمل، وده بيحصل لما هرمونات الحمل تمنع الانسولين انه يشتغل كويس. يعني ببساطه جسمك في الحمل بيحتاج انسولين اكتر، ولو البنكرياس مش قادر يوفي طلبات الجسم من الانسولين السكر بيعلى في الدم، وغالبا بعد الولاده بيروح لوحده. بس المهم نكتشفه بدري علشان نحمي الام والبيبي من اي مضاعفات. مين اكتر واحده ممكن يجي لها سكر حمل؟ مش كل الحوامل معرضين بنفس الدرجه، بس في عوامل بتزود احتماليه ان انت يجيلك سكر حمل. لو الوزن زايد او في سمنه قبل الحمل، لو في حد في العيله عنده سكر، والدك او والدتك كان عندهم سكر، لو حصل سكر حمل قبل كده، لو ولدتي قبل كده طفل كان وزنه اكتر من 4 كيلو، ديت برضو منذرات ان انت ممكن يكون كان عندك سكر حمل. لو عندك تكيس مبايض، لو في قله حركه ونشاط وبدانه وقله مجهود، لو سنك فوق ال 30 واول مره تحملي، ده احتمال يدي عندك سكر حمل. ازاي بنشخص سكر الحمل؟ الفحص بيبدا عاده بعد الاسبوع ال 24 او الاسبوع ال 28، يعني الشهر السادس او الشهر السابع. ولو في عوامل خطوره من اللي احنا قلنا عليها قبل كده، ده الدكتور بيطلب التحاليل بدري شويه، ما بيستناش للشهر السادس او السابع. اشهر اختبار هو اختبار تحمل الجلوكوز، اورال جلوكوز توليرانس تيست. بنصوم 8 ساعات، بنحلل سكر صايم، بتشربي محلول فيه 75 جرام جلوكوز، بنعمل تحليل سكر بعد ساعه وساعتين. النتائج اللي بنعتمد عليها كالاتي: لو الصايم بتاعك اكتر من او يساوي 92، لو بعد ساعه كان اكتر من او يساوي 180، لو بعد ساعتين كان اكتر من او يساوي 153. لو اي رقم فيهم طلع اعلى يبقى في سكر حمل. ده الكلام ده طبقا لكلام منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه سنه 2024. ازاي بيتعالج؟ الخبر الحلو عندنا ان اغلب الحالات بتتظبط من غير ادويه، بمجرد التزامك باكل صحي وحركه منتظمه، بس لازم متابعه مستمره مع الدكتور. اول حاجه تعديل نمط الحياه، نظام اكل متوازن. اين ناكل نظام اكل متوازن؟ خلي وجباتك صغيره ومتكرره، يعني ناكل من 5 ل 6 مرات في اليوم بدل ما ناكل وجبتين او 3 مليانين. قللي السكريات والعصاير والحلويات، كلي نشويات مفيده زي اللي في الشوفان، العيش البلدي، زي اللي في البقوليات. خدي بروتين كفايه، زودي البروتين زي لحوم خفيفه، بيض، لبن، فاكهه باعتدال. كل ديت احسن من ان انا ناكل سكريات ونشويات كتير. نقيس السكر في البيت قبل الاكل وبعده بساعتين. الاهداف بتاعتنا ان الصايم بتاعنا يكون اقل من 95، بعد الاكل بساعتين يكون اقل من 120. لو السكر في المستوى دوت، اذا احنا مش محتاجين ناخد ادويه. هنبذل نشاط بدني معتدل زي مشي نص ساعه كل يوم. طب بعد ما تسالي الدكتوره طبعا وتقولي لها مثلا والله الكلام دوت مناسب للحمل بتاعي ولا لا، او اقدر امشي وانا حامل ولا لا. امتى نحتاج دواء؟ لو السكر فضل عالي اكتر من 95 الصايم او اكتر من 120 في الفاطر، بعد ما نستشير الدكتور
افضل ادويه طبعا الانسولين، ودي طبعا بجرعات بيحددها الدكتور، وفي ادويه زي السيدوفاج والجلوكوفاج وكده، بس برضو كلها تحت اشراف دكتور. ما تاخديش اي دواء من نفسك. امان البيبي اهم حاجه، لازم أن نكون مطمنين على صحه البيبي وصحتك قبل كل حاجه. ايه بقى تاثير سكر الحمل على الجنين؟ لو ما تعالجش سكر الحمل ممكن يسبب زياده وزن الجنين، يصعب الولاده طبعا لو وزن الطفل زايد، انخفاض سكر الطفل بعد الولاده، ودي حاجه بتخليه يحتاج يخش حضانه ضروري، ولاده مبكره، زياده احتمال الاصابه بالسكر بعدين ده للطفل. فالافضل والاسلم ان احنا نعالج سكر الحمل. بس لما السكر يكون متظبط الولاده غالبا بتبقى طبيعيه، البيبي بيكون سليم، سكره ما بيوطاش بعد الولاده، ما بيحتاجش يخش حضانه ولا حاجه. بعد الولاده بقى هل سكر الحمل ده بيختفي؟ عاده بيرجع طبيعي بعد الولاده، لكن اللي جالها سكر حمل قبل كده عندها فرصه انها يجي لها سكر من النوع الثاني بعدين. يعني لو اول مره ممكن ايوه ممكن لا، لكن لو كان جالك قبل كده احتمال ان انت يجيلك سكر من النوع الثاني. طيب المتابعه بتاعتنا بعد قد ايه الولاده؟ ب6 اسابيع او ب 12 اسبوع بنروح نحلل، طلعت التحاليل كويسه بنعمل كل سنه مره نطمن وخلاص. نعمل ايه علشان نمنع حدوث سكر الحمل ده؟ اول حاجه حافظي على وزن صحي قبل الحمل، كلي اكل متوازن، قللي السكريات والنشويات السريعه والبيبسي والحاجات اللي هي سكرها عالي دي. اتحركي بانتظام، مارسي نشاط رياضي، تابعي الحمل وما تهمليش التحاليل بتاعتك. الدراسات الحديثه بتقول ان النظام الغذائي اللي هو الميديترينيان دايت، اللي هو بيعتمد اكتر على الخضار والفاكهه والبروتين بنسبه كبيره، دوت انجح نظام غذائي ممكن نمشي عليه في حياتنا كلها، مش بس قبل الحمل ولا كده. الدراسات الجديده برضو بتقول ان الصيام المتقطع باشراف طبيب طبعا ممكن يجيب نتائج جميله جدا، ويحسن كمان مقاومه الانسولين معانا، ويحسن ويمنع عمليه سكر الحمل. اجهزه قياس السكر المستمره CGM بقت دقيقه جدا وامنه في بعض الدول. قله النوم اثناء الحمل بتزود خطر سكر الحمل بحوالي 40%، فاحنا ننام كتير. النوم الجيد بيحسن مقاومه الانسولين وبيحمينا من ان احنا ممكن يجي لنا سكر حمل بعد كده. اثبتت الدراسات ان المحافظه على اسلوب حياه صحي بعد الولاده بيقلل خطر اصابتها بالسكر للنصف تقريبا. الخلاصه، سكر الحمل مش حاجه تخوف، هو بس علامه ان جسمك محتاج توازن اكتر بشويه، محتاج تعديل في الاكل والحركه، تعديل نمط الحياه، محتاج متابعه مع الدكتور بدري شويه، تقدري تعيشي حمل صحي وتحمي نفسك انت والبيبي. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.